السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا في قناة سعودي 360. هذه الحلقة بحاول أحط بعض الأفكار عن لقاءات الجولة القادمة من الدوري السعودي، بدءا لما تتكلم على الصراع اللي ما زال قايم بين النصر المتصدر والهلال الوصيف اللي بينهم فرق نقطة واحدة فقط. النصر بيلعب مع الرايد، الهلال مع الحزم. تتكلم عن قمة هذه الجولة بين الأهلي والشباب، ولكن قمة جاية بخجل، لأنه مراكز الفريقين خاصة الأهلي ما تليق بصراحة أنه الأهلي يكون مركز خامس، غير أنه بصراحة السطوة اللي موجودة هذا الموسم والتنافس القوي اللي بين النصر والهلال بصراحة مغطي على الكل وأكلين الجو بالنسبة للنصر والهلال. ولكن بصراحة مباراة الأهلي والشباب مباراة كبيرة ومباراة قمة، خاصة الصراع والتنافس الكبير خاصة في الإعلام اللي موجود بين الأهلي والشباب في الفترة الأخيرة، خاصة ما نتكلم بوجود البلطان. من يوم ما صار رئيس للشباب صار في صراع غير طبيعي حتى خارج الملعب بين الفريقين. ولما نتكلم على الاتحاد، هذا الفريق الكبير اللي بيحاول انه يشرد او يهرب من الصداع ومن المؤخرة، وبيحاول انه ياخذ مركز دفء حتى يصمد او يثبت في الدوري هذا الموسم. قبل ما ندخل في الحديث عن الجولة القادمة وعن المباريات، ما في مباراة سهلة نهائيا. على الورق تشوف النصر حينتصر بسهولة، الهلال بسهولة، ولكن المنطق يقول انه ما في مباراة سهلة. اتعلمنا هذا الموسم من الدوري ما في مباراة سهلة. ليش؟ لانك لما تشوف خصم النصر اللي هو الرائد هذا الموسم عمل نتائج جيدة مع فرق مهمة في الدوري. لما تشوف فريق فاز على التعاون اللي هو يحتل مركز جيد جدا هذا الموسم وبيصارع على مقعد في البطولة الآسيوية. لما تتكلم على فريق اتعادل مع الاتحاد وتعادل مع الشباب وتعادل مع الهلال وفاز على الأهلي بالخمسة في الجولة الأخيرة اللي هي في الأسبوع الماضي، إذا بتتكلم على الرايد على فريق مش سهل. فريق الرايد عنده مدرب يعرف كيف يلعب مع كل فريق يواجهه، يعني لما تشوفه يلعب أمام النصر حيلعب بأسلوب، أمام الاتحاد بأسلوب آخر، أمام الهلال بأسلوب آخر. ممكن تشوفه يلعب بخمسة مدافعين في بعض الأوقات وأربعة في الوسط، وممكن تشوفه يلعب بأربعة مدافعين وخمسة في وسط الملعب. ممكن تشوفه يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد وأربعة أربعة اثنين تقليدية. يشكل فريقه على حسب الخصم اللي أمامه. أحيانا في نفس المباراة يلعب لك بطريقتين أو بثلاث طرق يفاجئك. غير أنه يمتلك فريق بيحاول أنه يهرب من الهبوط، ولكن في الملعب هاديين. شفناهم أمام الأهلي هاديين جدا، يحطوا الكرة على الأرض، يتنقلوا، يلعبوا بين الخطوط، يحطوا الكرة على الأطراف في العمق، يلعبوا كرة بكل هدوء. والفريق يقدر يسجل على أي فريق، ولكن يتلقى أهداف بسهولة من أي فريق. النصر محتاج إني أشوف نفس التيم، نفس ال11 اللي ابتدى فيهم فيتوريا أمام الهلال، بدءا من وليد عبد الله إلى حمد الله. النصر يمتلك فريق قوي جدا، تتكلم على فعلا عنده عناصر هذا الموسم أفضل عناصر بتأدي، خاصة ما تتكلم على المحترفين الكل بيأدي بصراحة بقوة. يمكن نقول أحمد موسى نوعا ما، ولكن الفريق كله بيأدي. أنت لما يكون عندك عدة أسلحة بدءا ببيتروس، هذا اللاعب اللي بصراحة ما أعطيته حقه هذا الموسم، تتكلم على مرابط، تتكلم على أحمد موسى، تتكلم على جوليانو كمركز 10، تتكلم على القاتل اللي هو حمد الله. فريق النصر هذا الموسم يلعب كرة سريعة، قادر انه يحط الكرة في اي مكان. الفريق كله ساهم مع بعض. الاظهرة ابتدينا نشوف فعاليتهم ان كانت الهجومية او الدفاعية، غير انه الفريق عنده سلاح فتاك زي حمد الله مع مرابط اللاعب اللي بيصنع الفرق، اللاعبين اللي بيصنعوا الفرق. غير تتكلم على سلاح اخر اللي هو الكور العرضية اللي تجي من الاطراف، ان كانت كور متحركة او كور ثابتة. حمد الله او عفوا لما نتكلم على حمد الله يسجل، وتتكلم ايضا على المدافعين يسجلوا. اذا النصر من كل مكان قادر يقتل الرايد. مهم جدا هذا النوع من المباراة، اذا كانت مباراة النصر او مباراة الاتحاد او مباراة الهلال لازم يسجلوا قبل. النصر لازم يسجل قبل، عشان لو استمرت المباراة بالتعادل او انه الرايد متقدم حتشوف تكتل في الخط الخلفي، حتتعب وتعاني. الهلال نفس الفكرة، الاتحاد نفس الفكرة. عشان كده لازم النصر يسجل قبل، وخاصة في الشوط الأول في أول 20 دقيقة يخلي الرايد غصب عنه يطلع يبحث عن التعادل، لأنه الفريق بيحاول إنه ينتصر أو يتعادل عشان عنده موضوع هبوط بيحاول إنه يهرب منه. أنا أشوف إنه المباراة هذه أقرب للنصر على الورق، ولكن في الملعب كل شيء ممكن يحصل.
لما ننتقل على الهلال أمام الحزم، زي ما ذكرنا على الورق الهلال أفضل من جميع المراحل وجميع المراكز، ولكن الهلال ما ننسى أنه بيلعب مع الفريق اللي فاز عليه في الدور الأول في ملعبه. هذا الفريق فاز على الهلال في ملعب الهلال في الدور الأول مع جيسوس. ولما نتكلم على فريق في الجولة الماضية فاز على الفتح فريق قوي، ولكن فريق الحزم فريق بسهولة توصل مرماه وتسجل فيه، بسهولة جدا تسجل فيه. هم يعرفوا يلعبوا على أخطاء الخصم، يعرفوا يستفيدوا من الكور الثابتة، يعرفوا يلعبوا مرتدات. ولكن إذا الهلال سجل قبلهم هم حيعانوا نفس الفكرة، لازم الهلال يسجل قبله. غير إني أنا محتاج أشوف في الهلال في الخط الأمامي، أتمنى إني ما أشوف جيوفينكو مع إدواردو، فيها معاناة كثير لأنهم كلهم يلعبوا في العمق. محتاج إني أشوف كاريلو مع سالم الدوسري، ويكون إدواردو هو اللي يلعب المهاجم الوهمي خلف جوميز إذا ما في مشاكل، ما في أي إصابات. هذا الرباعي لو كان موجود في الخط الأمامي أعتقد أنه راح يفتك بالحزم، راح الحزم يعاني كثير في هذا اللقاء وفي هذه المباراة، لأنه الحزم فريق يتلقى أهداف بسهولة جدا، والهلال عنده الجودة، وممكن تكون هذه المباراة عودة لجوميز. أعتقد أنه الهلال من الصعب أنه يفرط في هذه المباراة، غير أنه حنشوف الأظهرة يتحرروا، وأعتقد أنه راح يكون في كلمة لزوران، وراح يكون في رد قوي جدا من زوران في هذا اللقاء بعد ما خسر في المباراة السابقة في الديربي أمام النصر. عشان كده مهم جدا إني ما أشوف جيوفينكو يبدأ، مهم جدا إني أشوف زي ما ذكرت سالم وكاريلو عشان يكون في شغل في الأطراف. الهلال لو تلاحظوا لما يستغني عن سالم أو يستغني عن كاريلو يلعب لاعب غيرهم، تشوف اللعب كله في العمق. إن كان لاعب الشلهوب لاعب مهم أو لاعب جيوفينكو لاعب مهم، ولكن مع إدواردو يصير فيه ازدواجية في المركز هذا، والأطراف تنتهي تماما، وهذه الطريقة يقدر أي فريق يتعب الهلال أمامه. لما نروح للقاء القمة اللي هو تكلمت بين الأهلي والشباب، هذه المباراة اللي يكون متحضر نفسيا أفضل ياخذها، خاصة لما شفنا السنوات الأخيرة هذه بوجود البلطان اللي بيرفع بصراحة من رتم المباراة، خاصة لما تتكلم إعلاميا والشحن اللي يكون قبل المباراة. ولكن مشكلتها هذه الفترة جاية في وضع النصر والهلال مغطين وأكلين الجو على الكل. الأهلي مركز خامس، بينه وبين تقريبا تتكلم على الشباب في فرق أعتقد 4 نقاط على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة. الأهلي بيحاول أنه يخطف مركز في البطولة الآسيوية أو مقعد البطولة الآسيوية في الموسم القادم، وهذه المباراة مهمة لأنه جمهور الأهلي ما يسمح أنه يخسر، خاصة من الشباب. مهم جدا هذه اللقاءين لما تتكلم على قوة هجومية في الأهلي وقوة دفاعية في الشباب. الأهلي قادر يسجل ولكن يقبل أهداف، الشباب ممكن ما تسجل فيه ومش بسهولة يسجل في أي فريق، ولكن الآن مع المهاجم الجديد تراوري قادر أنه يسجل في أي فريق، لأنه هذا اللاعب قناص، تحركاته جدا خطيرة في منطقة الجزاء، تشوف من اللعيبة اللي ممكن في كل فرصتين يسجل لك على الأقل فرصة. الأهلي عنده هجوم قوي جدا بوجود السومة والجانين، إذا كانوا الاثنين موجودين أعتقد خط هجوم قوي جدا، بالمقابل خط دفاع ولا أسوأ ممكن تشوف في فريق كبير بحجم الأهلي، خط الدفاع الهزيل هذا جدا. الأهلي إذا بيستدرج الشباب لازم يسجل قبل الشباب عشان يترك الفريق يتفكك ويخرج من منطقته ويحاول انه يلعب، لانه الاهلي عنده ارتداد قوي جدا. اذا موجود عبد الفتاح عسيري بوجود الجانيني، الفريق حيكون في الارتداد فريق قوي جدا. اذا سجل الشباب والاهلي حاول يطلع ويهاجم على الشباب حيقتل الاهلي، لانه دفاع الاهلي دفاع سيء جدا. وبالتوفيق للفريقين، انا اعتقد ان المباراه هذه اقدر اتكلم انها 50-50. لما نروح على الاتحاد بدءا مباراة الهلال، أنا يمكن ما ذكرت، أنا أشوف نسبة للهلال أفضل من الحزم بكثير في هذا اللقاء، أشوف أنه الهلال أقرب. لما نروح على لقاء الاتحاد، من الأشياء المفيدة في الاتحاد أنه لعب مع الباطن في الكاس في جدة في ملعب الاتحاد. رهبة الملعب راحت، اللي دائما الاتحاد بيخسر فيه، ما بيفوز، يا يتعادل يا يخسر. ولكن أعتقد رهبة الملعب راحت، الجمهور ما صار يضغط على الاتحاد، بالعكس صار يساند فريقه. الاتحاد فاز 4 على الباطن وكان متأخر 2 وقدر انه يرجع ويفوز. اكيد سيرة شاف الاخطاء اللي عنده، شاف المشاكل اللي عنده. فريق الباطن باختصار فريق يلعب كرة سريعة، يعرف كيف يمرر تمريرات سريعة، يعني مش من الفرق اللي يحضروا كثير، هو يحاول انه يلعب كرة سريعة جدا، لمسة لمستين يحط الكرة في منطقة خطر، خاصة في منطقة جزاء الخصم. لما نشوف هدفهم الثالث من الخلف الى الامام، كرة راحت سريعة وانفرد فيها المهاجم وجاب هدف، مع انه كان واقف بين مدافعين الفريق اللي هو تتكلم عن داكوستو وتتكلم على احمد عسيري. احمد عسيري دائما مسرح. اذا الاتحاد قدر انه يحمي
هذه المنطقة، هذا المكان، إن الانطلاقات السريعة اللي هم بيعملوها في اللمس ولمستين وينقلوا كرة سريعة، المهاجمين الخطيرين جدا اللي عندهم خاصة في السرعة وفي المهارة، ويعرفوا ينهوا لأنهم عندهم هدوء أمام المرمى. هذا الشيء اللي أنا شفته في مباراة الكاس. إذا الاتحاد قدر إنه يحمي خط الدفاع وخط الظهر، ويكون الفريق طول الوقت المدافعين يقظين ويحاولوا إنه المحاور يغطوا هذه المنطقة، أعتقد الاتحاد راح يكون فريق خطر. مهم جدا الاتحاد يدخل من أول 10 دقائق يكتسح، يحاول دائما يحط الكرة في الثلث الأخير في ملعب الباطن. كل ما تستمر المباراة والاتحاد ما عرف يوصل، الباطن راح يكون مركز أكثر، حيكتسب ثقة أكثر، حيقدر يرجع في المباراة أكثر، حيكون ند للاتحاد. هذه المباراة أنا أشوفها ب6 نقاط، اللي يفوز فيها يكسب 6 نقاط. لو فاز الاتحاد أقدر أقول لجمهور الاتحاد مبروك، 98% أنتم باقيين في اللقاء. بالنسبة لي أشوف إنه مدرب الباطن ارتكب خطأ، أعتقد لما صار يتحدى وحنعمل وحنسوي أمام الاتحاد. أنا أشوف إنه حمل لعيبته فوق طاقتهم. أنت في النهاية بتلعب أمام الاتحاد، مهما كان الاتحاد وضعه في المؤخرة حيهبط ما حيهبط، أنت بتلعب أمام الاتحاد في ملعب الاتحاد، وأعتقد إنه حيكون في الملعب ما يقل عن 50-55 ألف. لعيبتك مش متعودين على هذا الضغط، مش متعودين يلعبوا أمام جمهور بهذا الحجم، مش متعودين يكونوا في هذه المراحل في هذه التحديات. الاتحاد مهما سقط هو فريق كبير، فانا اعتقد انه المدرب هنا ما عرف يلعبها، المفروض يصمت يكون هادي. بالعكس شفنا سيرة مدرب هادي جدا. في الاتحاد اتمنى اني اشوف البيشي ياخذ دور. فكرة رودريغوز اللي الان رودريغوز مصاب مع فهد، انا اشوف انه ما ينفع. هو مصاب، ما اعرف رجع ولا ما رجع، انا اشوف ما ينفع. الاثنين نفس الفكرة، سرعة، رؤوسهم في الارض، ما يمرروا، كل لاعب يلعب لوحده، حتى تمريراتهم صعبة. والاتحاد مهم في هذا اللقاء يلعب على الكساندر، كيف يوصلوا الكرة لإكساندر. فكرة الجري الكثير من فهد ما تنفع، لازم يحطوا الكرة على الأرض ويستغلوا القوة اللي صارت واضحة اللي موجودة في الطرف اليمين بوجود الظهير اللي هو سعود. غير إن في عمق الملعب أتمنى إني أشوف جمال مع الأحمدي، ما أشوف لا سنوغو ولا أشوف جوناث. هذا اللي أنا حبيت أقوله في هذه الجولة. بالتوفيق للجميع. كان معاكم أخوكم جوكر في قناة السعودي 360. ما وصيكم أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، ما وصيكم على لايكاتكم الكثير. كان معاكم أخوكم جوكر من جديد، السلام عليكم.